وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. أيها الأفاضل، نحن على موعد مع اللقاء 18 من لقاءات هذا الحديث الجليل الكريم المبارك، وما زلنا مع حضراتكم في بستان الصلاة. فالصلاة أيها الأكارم صلة بين العبد وبين ربه. لا يعرف قدر الألوهية وحقيقة العبودية عبد ثم يقطع هذه الصلة. من منا لا يحتاج إلى أن يطهره الله سبحانه وتعالى من ذنوبه ومعاصيه؟ هيا أقبل على الله سبحانه للوقوف بين يديه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ تدبر معي. ألا أدلكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يدلنا على هذا الخير. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، أي على أعضاء الوضوء، أو في الوقت الذي يشتد فيه البرد ويكره الإنسان البرد، فالإنسان مع ذلك يقوم ليتوضأ بالماء وقد لا يجد ماء ساخنا مع تأثيره أو شدته عليه، ما قام إلا لمرضاة الله سبحانه. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، بعد الصلاة. فذلكم الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة. ليس معنى ذلك أننا نطالبك بأن تمكث في بيت الله جل وعلا، فإن فرغت من صلاة انتظرت الصلاة التي تليها، فإن فرغت من الثاني انتظرت الصلاة التي لا، ليس هذا هو المراد. وإنما انتظار الصلاة بعد الصلاة، إن فرغت وخرجت لتؤدي ما كلفك الله عز وجل به أيضا من عمارة لهذا الكون، قلبك معلق بالصلاة التي تليها، قلبك معلق ببيوت الله جل وعلا. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. فإذا خرج من بيت الله فالقلب متعلق ببيت الله جل وعلا، يريد أن يهوي مرة أخرى إلى بيت الله ليطرح العبد قلبه بذل وانكسار بين يدي الله جل وعلا ليناجي ربه تبارك وتعالى. فالصلاة تطهر العبد من الذنوب والمعاصي. بل وتدبروا معي هذا الحديث الرقراق الجميل الذي نحتاج إليه جميعا بلا استثناء. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه أصاب من امرأة قبلة، والحديث في الصحيحين. يخبر هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد أصاب من امرأة قبلة، وفي لفظ قال: فاقض في ما شئت يا رسول الله، افعل ما تريد، ها أنا ذا بين يديك. فلما صلى هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نزل عليه قول الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا العبد وقرأ عليه الآية قال هذا الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ يعني الآية دي لي لوحدي؟ ألي هذه يا رسول الله؟ فقال
الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وآله ومن ولاه، بل لمن عمل بها من أمتي، بل لمن عمل بها من أمتي. فلما تضيق فضل الله سبحانه، ولما تضيق رحمة الله جل وعلا؟ ففضل الله عظيم، ما عليك إلا أن تذهب لتقف بين يدي الله جل وعلا. إن تدنس ثوبك أو قلبك أو بصرك بمعصية أو بذنب، فما عليك إلا أن تجذب ثيابك من أشواك الذنوب والمعاصي، وأن تطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن تقبل لتطرح قلبك بذل وانكسار قبل بدنك بين يدي العزيز الغفار جل جلاله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اسمح لي أيها الكريم أن أردد على قلبك وسمعك هذا الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فما دام ربك سبحانه وتعالى قد طهرك وحفظك من الوقوع في كبيرة، وزلت قدمك في معصية، ونظرت عينك نظرة، وزلف لسانك بكلمة، فما عليك إلا أن تستغفر الله عز وجل، وأن تتوب إليه، وأن تتوضأ، وأن تقبل على الله سبحانه وتعالى. بل تدبر معي هذا الكلام النبوي الغالي، هذا الكلام النفيس. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه، في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، وذلك الدهر كله. الله أكبر. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله. أسألكم بالله، هل يسمع عاقل مثل هذا الطرح، مثل هذا الكلام من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ثم يتخلى بعد ذلك عن الصلاة، ثم يقطع بعد ذلك هذه الصلة؟ ما أحوجنا ورب الكعبة إليها. ومن رحمة الله سبحانه أن أذن لنا أن نقف بين يديه 5 مرات، لا، إن شئت بعد ذلك أن تكثر من النوافل فأكثر، واعلم بأن الله جل وعلا لا يمل حتى تمل. نواصل إن شاء الله تعالى السيرة في هذا البستان الماتع، في بستان الصلاة، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد وأهل الصلاة، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.